السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم من جديد في قناتكم إشراقة سعيدة. فيديو النهاردة فيديو لذيذ كده وخفيف، وهو الزبادي. هنعمل زبادي حلوة كده مع بعض. نوعين من الزبادي، زبادي فراولة وزبادي سادة بيضة. وعلى فكرة الزبادي في البيت طبعا بتبقى أحلى بكتير من الزبادي اللي بنشتريها من برا. ليها طعم مميز جدا، وطريقتها سهلة جدا. يعني من اسهل الحاجات اللي ممكن نعملها من منتجات الالبان. فيعني طريقتها حلوة وسهلة، وتعمل معاكي كمية من اللبن. وكمان طعمها حلو واحلى من اللي هي بنشتريها من برا. ف... فليها مزايا كتير ان احنا تشجعنا ان احنا نعمل الزبادي في البيت دايما لاولادنا، وخصوصا لو ما بيحبوش يشربوا اللبن او الحليب. فدي احسن طريقة او احسن حل ليهم، انك تعملي لهم زبادي هيحبوها ويطلبوها دايما منكم. يلا نصلي على رسولنا الكريم عليه افضل الصلاة والسلام، وهنعرف مع بعض الطريقة المظبوطة اللي هنعمل منها الزبادي، او الطريقة اللي هنمشي على خطواتها عشان نعمل الزبادي وتكون مظبوطة جدا. وما تكونش فيها مية لما تتعمل يعني. وتكون يعني متماسكة. اول حاجة طبعا جبنا لتر من اللبن. ده كان لبن بلدي موجود في التلاجة عندي. تمام. بنغليه كده، بنجيبه بنغليه على النار، على نار هادية. تمام. اي نوع لبن عندك موجود ممكن تقدري تعملي منه، سواء لبن طازة جايباه او كان في التلاجة عندك، او حتى لبن معلب. في كل الحالات لازم تغليه. تمام، على نار هادية. مهم قوي يكون على نار هادية عشان ما يتلسعش منك في الحلة من تحت في قعر الحلة. تمام، وتقلبيه دايما. ولما يجي يفور بنهدي النار على الاخر علشان نحاول يعني يغلي اكتر وقت ممكن. عشان لو في مية تطلع مع البخار، عشان ما نلاقيش مية على وش الزبادي لما تتعمل في الاخر. تمام كده. طبعا بنسيبه شوية لما يهدى خالص. ولما بنقيسه بقى كده بصبعنا الصغير لحد ما يعني ما نلاقيه درجة حرارته زي دمعة العين كده، يبقى دافي لدرجة معينة. درجة خفيفة كده. تمام. هنا قسمت اللبن بتاعي او الحليب على جزئين. تمام. طبعا كده هو كان هادي خالص. جبت زبدية، اي نوع زبادي بنحبه. تمام، اي نوع زبادي بتحبوه ممكن تعملوا بيه. لانه هيديكي نفس الطعم الزبادي اللي انتي عملتي بيه. تمام كده. فطبعا انا اي نوع زبادي بلدي او اي نوع من انتي بتحبيه من التاني بتاخديه، بيديكي كمان نفس درجة النعومة اللي انتي الزبادي اللي انتي حطيتي منها. انا خدت كده نص الزبادي. آه، نص كوباية الزبادي، يبقى انا احتجت كوباية زبادي على اللتر لبن. خدت نصها. حطيتها في بولة صغيرة كده وعليهم شوية لبن، وحطيت حوالي زي معلقة سكر عليهم. تمام كده، ده سكر بودر. تمام. او سكر، او لو ما فيش سكر بودر او سكر عادي ممكن تحطيه، ما فيش مشكلة. وبتقلبيهم كويس جدا جدا. يعني لو سكر عادي عادي حبيبات بتقلبيهم كويس عشان كمان يدوب السكر. وبنرجع بعد كده بقى الخليط اللي احنا عملناه في البولة الصغيرة مع الزبادي مع اللبن، مع اللبن اللي في الحلة ده. عشان نقلبهم بقى كلهم مرة واحدة كده مع بعض. تمام. نفضل نقلب كويس كده عشان الزبادي تمتزج كويس مع بقية اللبن. تمام. وفي اي نوع كوبايات عندنا، لو مفيش فخار ممكن نعمل في ازاز عادي، مفيش مشكلة. انا حطيت الكوبايات كده في صينية عندي، لاني هدخلها بعد كده الفرن. طبعا في الاثناء دي وانا شغالة ولعت الفرن بتاعي. تمام. هسيبه ربع ساعة قبل ما اخلص طبعا وانا بعمل الزبادي. اكون خلصتها وبعد كده اطفيه. طبعا كده فضينا بقى، جبنا كوباية كوباية كده ومليناها من اللبن بتاعنا ده، اللبن السادة سوري الزبادي السادة اللي هي الزبادي البيضة. تمام.
وعلى فكرة معلقة السكر اللي انا ضفتها ممكن نستغنى عنها خالص لو حابين ومن غير سكر خالص، بس انا ضايفاه كده عشان يديله شوية يعني سنة من الحلاوة. او ممكن تضيفي اكتر من معلقة مفيش مشكلة برضو، دي حاجة نسبية على حسب كل واحد. هنا بقى هنعمل زبادي بالفراولة، فجبنا بقية الزبادية بتاعتنا، وبعد كده هضيف عليها جبنة جيلي، تمام، باكو جيلي بالفراولة هضيفه على الزبادية او نص الزبادية بتاعتي، تمام. هو ده اللي هيدينا طعم الفراولة وهيدينا اللون الجميل اللي انتوا شفتوه. وهضيف عليهم برضو شوية سكر بودر، تمام. وهقلبهم برضو تقليبة كده كويسة، هاخد عليهم برضو شوية من اللبن الباقي اللي عندي، تمام. وهقلبهم بقى ايه، هعملهم ميكس كده مع بعض، تمام. لحد عشان كمان مهم قوي ان احنا ندوب الجيلي، تمام. حبيبات الجيلي لازم تدوب كويس، تمام. نفضل نقلبهم كويس كده، وبعد كده بعد ما يتقلبوا كويس كده في البولة الصغيرة هنضيفهم على بقية اللبن، تمام، اللي في البولة الكبيرة. شايفين كل ما بندوب الجيلي كل اللون بيوضح اكتر وبيتقل اكتر، شايفين الجمال. هنضيفنا بقى كده على مقدار اللبن بتاعنا، تمام. ونقلب بقى ايه مع بعض بقى، ندوب الخليط اللي احنا عملناه في اللبن، تمام. هنا يعني بنحاول نقلبه كويس جدا عشان حبيبات الجيلي نتأكد انها دابت في اللبن. وهفضي الخليط بتاعي كده بقى في الكوبايات، تمام، بالطريقة دي كده. شايفين اللون حلو قوي طالع جميل قوي بالجيلي، تمام. فكرة حلوة قوي انك تحطي الجيلي على الزبادي او على اللبن عشان تعملي الزبادي، فكرة حلوة جدا يعني. هنا كده بعد ما ملينا الصينية بتاعتنا، تمام. ده كيلو اللبن عمل معانا الكمية ديت حلوة قوي ما شاء الله. عندنا اي صينية عندنا مهم بنحطهم فيها كده، بنرصهم، تمام، وبنغطيهم. انا جبت صينية تانية، تمام، بنفس حجم الصينية دي، وغطيتهم بيها كده غطا، تعملها زي نظام حضانة كده للزبادي، تمام. هحطها في الفرن زي ما هي كده. مهم بقى نتأكد ايه، هنقفل بقى الفرن كده، هو كان ولع بقاله ربع ساعة. هقفله او هطفيه، تمام. وهدخل الصينية كده زي ما هي متغطية في قلب الفرن، هيقعد 8 ساعات في الفرن، تمام. بعد كده هتطلعيه من الفرن، تمام. هتدخليه التلاجة. وهنا طبعا بعد ما دخل التلاجة وطلع، تمام، بقى شكله بالمنظر ده. شايفينه حاجة رائعة جدا وجميلة. وعلى فكرة انا كنت اول مرة اجربه، وكمان يعني طلع تحفة بجد، والولاد حبوه جدا. وطعمه احلى بكتير من الزبادي اللي بيتباع برا، تمام. مفيش مقارنة خالص يعني. هو معروف ان الزبادي يعني بيتي وصحية، معمول من لبن طبيعي، متأكدة من الحاجة اللي انتي عاملاها طبعا لصحة اولادك، فده كفيل انك تعملي الزبادي في البيت، هتلاقي طعم اروع، وحاجة انتي متأكدة منها، طبيعية، اللبن طبيعي ان انتي عاملاه في البيت من ايدك، تمام. وشايفينه عامل جميل ازاي ومتماسك ازاي، بجد احلى من اللي بيتباع من بره. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لايك وشير وكومنت حلو من قلبكم ليا. وكمان لو اول مرة تشوفوني، انا اسمي اسماء. يا ريت تعملوا اشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد مني. واحب اشكر كل الناس اللي بتشجعني وبتدعمني على القناة دايما.
انا والله ببقى سعيدة جدا بدعمكم ليا وتعليقاتكم الجميلة بتوصلني كلها وبشوفها. يا رب اقدر اعمل لكم احسن حاجة عندي ان شاء الله. يا رب تعجبكم كل فيديوهاتي وتنال رضاكم وتستفيدوا بأكبر قدر منها. تحياتي ليكم في جميع أنحاء العالم وكل الناس اللي بتشوفني. وإلى لقاء آخر في فيديو آخر على قناة إشراقة سعيدة. انتظروني ومع ألف سلامة.